يقتلون الشيوخ ويقتلون الأطفال ويحرقونهم، بل أن الأخبار وصلت أنهم يدوسون عليهم بالشفرات، فهذا فعل الحكومة تجاه أبناء الشعب. ولكن نقول شيوخ العشائر، علماء الدين، الكل لا بد أن نكون على أوبة الاستعداد من أجل إن نابنا شيء فلا يعذر بعضنا الآخر أبدا، لأننا اليوم في ساحة العزة والكرامة بركان من نار على هذه الحكومة وعلى من يقف معها وعلى من يساندها وعلى من يقف ويؤيدها، فنقول لهم خسئتم، ويخسأ كل من يقف معكم وكل من يساندكم وكل من لا يقف مع المعتصمين، فقولوا الله أكبر. موقفنا الثاني، نريد من يتبرع بالدم من الشباب الذين يتبرعون بالدم، واليوم لا بد أن نبذل الدم ولا بد أن نبذل الغالي والنفيس من أجل إسلامنا ومن أجل قضيتنا ومن أجل هويتنا ضد هذه الحكومة الجائرة الظالمة. رأيتموها والآن هي كشرت عن أنيابها، كلاب والله وكشرت عن أنيابها. اليوم يسومون أبناء الحويجة سوء العذاب، ولكن وقفة العشائر وقفة بطولية، وقفة المجاهدين وقفة بطولية. فالآن السيطرات كلها أصبحت تحت تصرف العشائر، والآن الكثير من أبنائنا في الجيش انسحبوا والآن يقاتلون قوات سوات المدعومة من إيران التي تقتل أبناء الحويجة هناك، فقولوا الله أكبر. العراقي الشريف والأصيل والذي شرب من ماء دجلة والفرات لا يرضى أن تنذرف دم عراقي آخر وأخوه من العراقيين، ولكن الذين شربوا من ماء طهران والذين شربوا من كؤوس لندن وباريس هؤلاء هم الذين يقتلون أبناءنا، فيخسؤون ويخسأ كل من يقف معهم. فنقول مرة ثانية لشيوخ العشائر أن يكونوا في ساحة العزة والكرامة، وأن يهيئوا شبابهم، بل أن يسلحوا شبابهم ويقفوا وقفة رجل واحد اتجاه هذا الظلم الذي يجري على أبنائنا. فنقول والله لن نتنازل عن قضيتنا، لن نتنازل عن ساحاتنا، فسنبذل الغالي والنفيس من أجلها، فقولوا الله أكبر. تاج رؤوسنا لا تتخلوا عنا، فمواقفكم مشرفة. نريد منكم اليوم أن تحشدوا أبناء عشائركم كي يقفوا في ساحة العزة والكرامة من أجل الدفاع عن عزتنا ومن أجل الدفاع عن كرامتنا ومن أجل أن نسجل المواقف لأبنائنا في الحويجة. فنقول باسمكم وباسم الأنباريين كلنا الحويجة، كلنا الحويجة، وسنقاضي وسيدفع الثمن كل من تسبب بذرف دم من العراقيين في الحويجة. سنقاضيهم عشائريا وحكوميا، وسنأخذ بإذن الله الثار من الجنات الذين جنوا على أبنائنا في الحويجة. نعم. أيها الشباب، ثانيا نريد من علماء الدين التواجد في ساحة العزة والكرامة حتى إذا أيضا حانت ساعة الصفر لا يلوم بعضنا الآخر، لأننا العراقيون لما رأينا ما يفعلون بالأبطال هكذا هو فعل الأبطال، وبالعكس فعل الجبناء، فهذا جزاؤهم، هذا جزاء كل من يتعدى، هذا جزاء كل من يريد أن يتعدى على دماء العراقيين، كل من يريد التعدي على العراقيين. أيها الإخوة، لا تنسوا التبرع بالدم لإخوانكم كي يكون لكم موقف بطولي اتجاه هؤلاء. هناك مفرزة ستعمل على تبرع وسحب الدم
فعلى الشباب أن يتبرعوا بالدم. أيها الأحباب، إن موقفكم هذا رباط في سبيل الله، فلا يهمكم الجوع ولا العطش ولا الوقوف في هذه الساحة، بل نريد الكل التحشيد إلى ساحة العزة والكرامة. وعلى المعادن أن تؤذن وتكبر وتنادي بالالتحاق بساحة العزة والكرامة، كي يكون لنا موقف اتجاه أحبابنا واتجاه أهلنا في الحويجة، فلا نامت أعين الجبناء. والله أكبر.